السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده اول درس من دروس لغه بايثون، واللي هنتكلم فيها عن حاجات مهمه جدا. الاول انا متحمس جدا ان انا ابدا بلغه بايثون، لان لغه بايثون واحده من اهم اللغات اللي موجوده في الوقت الحالي. ليه واحده من اهم اللغات؟ لان هي اللغه المبني عليها مجال الاي اي، مش مبني عليها بشكل صريح، بس هي اكتر لغه مستخدمه في الاي اي وتطبيقات الماشين ليرنينج. النهارده هنتكلم عن مصطلحين مهمين جدا. اول مصطلح هو اسمه السنتكس، وتاني مصطلح هو السيمانتكس. خلينا نتكلم الاول عن السنتكس. اي لغه برمجه بشكل عام هي بتكون ليها قواعد مبنيه عليها، بمعنى ان انت عشان تكتب جمله برمجيه بشكل صحيح لازم تتبع القواعد اللي مبنيه عليها اللغه دي. خلينا ناخد مثال من لغتنا العاديه اللي هي مثلا اللغه العربيه. عشان تقول احمد يلعب الكره لازم تاخدها بنفس الشكل ده، يكون في مبتدا وخبر وفعل وفاعل وهكذا. فلو قلت احمد الكره يلعب دي جملة غير صحيحة. وكذلك بالنسبة البرمجة لازم تكتب الأكواد بنفس القواعد اللي ماشية عليها اللغة. وبتبقى في فروق في لغات البرمجة عن التانية في السنتكس، زي لغة مثلا بايثون بتبقى مختلفة عن لغة سي بلس بلس، زي مثلا برضو في الواقع بتاعنا اللغة العربية واللغة الإنجليزية. بيبقى عندك أحمد يلعب الكرة المقابل ليها أحمد بلاي فوتبول. خلينا نتكلم في نقطة مهمة جدا. خلينا ناخد من الكود ونفهم ايه هي السنتكس من الكود. في البداية خالص عندنا حاجة اسمها برنت دي حاجة اسمها فانكشن، هنفهمها بشكل أكبر مستقبلا أو في فيديوهات تانية. برنت دي فانكشن أو وظيفة، يعني جملة بتأدي غرض معين. الغرض منها أما تكتب الجملة دي هيحصل لك وظيفة معينة، أو هتظهر لك حاجة معينة، أو هتستخدم لشيء معين. فبرنت هنا في بايثون بتدل إن أنت هتطبع جملة على التيرمينال. يعني ايه تيرمينال اصلا؟ التيرمينال ده عباره عن انترفيس بيستخدم عشان تكتب اوامر للجهاز، زي مثلا انت تفتح فايل او تقفل فايل، تفتح موقع ويب، تثبت برنامج وهكذا. وكذلك ممكن يتعرض عليه اوامر زي ما بنعمل بجمله برنت. فلما ندوسه على الرن هيبتدي ان هي تظهر لي هالو وورلد. كده عرفنا اول حاجه، وعرفنا كلمه برنت ان هي عباره عن فانكشن وبتستخدم لوظيفه معينه. لو غيرنا في كلمه برنت دي، مثلا حطينا اس، فهيبتدي في اس كود هو ذكي كفايه ان هو يقول لك ان الكلمه دي فيها مشكله. هيقول لك ان برنت دي is not defined. يعني ايه is not defined؟ انها مش معرفه في اللغه بتاعتك. يعني لغه بايثون ما فيهاش كلمه برنتس. حتى لو عملت رن، لو جربنا نعمل رن هيقول لك نفس الكلام، ان برنت دي مش معرفه في لغه بايثون. وبيقول لك ان انت هل تقصد برنت؟ هو ذكي كفايه ان هو يقول لك ايه اللي انت ممكن تقصده. هتشيل الاس، الكود بتاعنا هيرجع يشتغل بشكل كويس جدا. بعد اي فانكشن بيبقى فيه اقواس. يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان احنا الفانكشن بتاعتنا الوظيفه بتبتدي اسمها لازم تكتبه صح. تاني نقطه انه بيتبعها الاقواس. لو جيت شلت القوس ده على سبيل المثال خلاص الكود بتاعك ما بقاش يشتغل، لازم انت ترجع القوس تاني. كل دي من قواعد اللغه بتاعتنا للغه بايثون. بعد كده يجي جمله ما بين دبل كوتيشن. خليني اقول لك ان بايثون لو كتبت اي كلمه او اي جمله كده من غير دبل كوتيشن هتعتبرها ان هي حاجه موجوده جوه اللغه مسبقا. يعني ايه؟ يعني هيشوفها هل هي موجوده فانكشن بالاسم ده، هيبتدي ان هو يقول لك ايه؟ هيبتدي ان هو يقول لك يشغل لك الفانكشن العاديه، او هيقول لك ان الفانكشن دي شغاله او موجوده، او ايه البارامترز بتاعتها، وهنفهم الكلام ده كله قدام. لو ما لقاهاش هيقول لك ايه؟ is not defined. طب انا ازاي اكتب تكست عادي؟ يعني ايه؟ جمله عاديه عايزها تتعرض زي ما هي، ملهاش علاقه باللغه اصلا. بعملها ما بين ايه؟ دبل كوتيشن. يبقى انا دلوقتي لو عندي جمله او عندي كلمه عايز اطبعها زي ما هي لازم احطها ما بين دبل كوتيشن. طب لو شلت كوتيشن منهم هل ينفع؟ انا شلت اصلي دبل كوتيشن من الاول، هل هينفع؟ مش هتشتغل، لازم عايزه نفس السنتكس بالظبط. طيب هل فهمك لسنتكس بتاع لغه معينه هيساعدك في فهم اللغات التانية؟ ايوه. طب ما هو السنتكس بتاع كل لغه والتانية مختلف. اقول لك بس في نقطه مهمه، وده ينقلنا للموضوع التاني، السيمانتكس معناها ذا مينينج اوف كود. يعني ايه ذا مينينج اوف كود؟ يعني الجمله البرمجيه دي معناها ان انت بتطبع سطر او بتطبع سترينج، وهنفهم يعني ايه سترينج وكل الكلام ده في الفيديوهات الجايه. بتطبع تكست او نص على التيرمينال. ففي كل اللغات التانية بما يقابلها في السنتكس اللي بما يقابلها هيبقى نفس المعنى. انت الجملة دي معناها ان هو هيطبع حاجة على التيرمينال. فالفكر واحد،
فكر لغات البرمجه او الفكر مبني عليه لغات البرمجه واحد. ايه اللي يختلف؟ القواعد والسنتكس. فعلى سبيل المثال لو عايزين نأدي نفس الوظيفه دي بلغه سي بلس بلس فهنحتاج ان احنا نكتب سي اوت وبعد كده هلو وورلد وفي الاخر سيميكون. دي هي السنتكس او السيجنتشر بتاعه سي اوت او عمليه البرنت في سي بلس بلس. تكتب سي اوت دي فانكشن موجوده وظيفتها ان هي تعرض حاجه في التيرمينال، تعرض نص في التيرمينال، نفس اللي كانت موجوده في مين؟ نفس اللي موجوده في بايثون بس باسمها ايه؟ برنت. يبقى يقابلها في بايثون برنت، لكن في سي بلس بلس اسمها سي اوت. لكن المعنى واحد في النهايه، معنى الجمله الاولانيه ومعنى الجمله الثانيه واحد. فمعنى كده ان انت لو اتعلمت اي لغه برمجه هيساعدك مستقبلا ان انت تتعلم اللغات الباقيه او اللي انت محتاجه من اللغات الباقيه. طيب ده كده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو ده، بس في نقطه بسيطه او تفصيله بسيطه حابب ان انا اضيفها. لو انت رنيت عادي في الاول خالص لما كنا بنشتغل كنا بنعمل عمليه رن للكود، فكان الكود بيظهر لنا في التيرمينال وكان بيظهر معاه كلام كتير وحاجات من دي. فانا عايز ان انا اتجنب الكلام ده ويظهر لي الرن على طول او الناتج على طول. فعايز حاجه تجيلي زي كده، في اكستنشن اسمها كود رانر، هنبتدي ان احنا نعمل لها انستول عادي وبعد كده نستخدمها. هيظهر لي اي اوتبوت بالشكل ده، هخش عليها ادوس انستول تبتدي ان هي تتسطب معايا، واي رن بعد كده هيظهر لي بالشكل ده. وكمان هتسهل لي حاجات تانية هنعرفها برضو قدام ان شاء الله. والسلام عليكم.